السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي كويزين سكري سالي مالح وحلو. اليوم نقدم لكم بريوات بالحوت كيجيو بنانين مقرمشين بحال اللي كيتباعو على برا. مذاق ديال الحوت ساهلين التحضير مع طريقة الاحتفاظ بهم. تبعوا معايا الفيديو خطوة بخطوة ونوجدوهم مجموعين. المقلة غنديرو زيت المائدة، هنا عندي 3 الحبات ديال البصلة، ثلاثة حبات صغار ديال البصلة كنقطعهم قطع صغيرة. البصلة الحمرا دغيا كتذوب، كنخليها حتى كتقلى مزيان. ملي كتغلى لنا البصلة نضيف الفلفلة، عندي فلفلة حمرا وفلفلة خضرا، من بعد نضيف معلقة صغيرة عامرة ديال الإبزار، معلقة صغيرة عامرة ديال السكنجبير، نديرو نص معلقة ديال الخرقوم، معلقة صغيرة ديال قزبر يابس، معلقة صغيرة ديال التحميرة، معلقة صغيرة ديال العطرية ديال الحوت، تقدروا ديروا عطرية ديال بسطيلة ديال الحوت، معلقة كبيرة عامرة ديال الثومة. خلطوا هاد المكونات ملح حسب الذوق، الهريسة كديروا الكمية اللي بغيتو، كنتعوضوها بالفلفل الحار. هنا عندي حامضة مسيرة مع العصير ديال حامضة، خلي هاد المكونات يتشحروا. هنا عندي رابعة ديال السمو غنضيفها، ضيفوا الكمية اللي بغيتو، تقدروا تعوضوا باي حوت عندكم، ماشي ضروري ديروا السمو، ديروا الحوت الابيض، ديروا الدجاج اللي متوفر في الدار. السمو نتا هو دغيا كيطيب، الحوت الابيض تا هو الا درتو تا هو دغيا كيطيب. غنضيف عندي هنا 300 غرام ديال القمرون قطعتو طريفات، كنضيفو الكميه اللي بغيتو. حتى كنقرب نطفي عاد كنضيف القمرون، بقى واحد 2 دقائق ها كيتبدل لنا اللون ديالو، كنطفيو عليه. غنضيف قزبر ومعدنوس كميه كثيره، القزبر والمعدنوس كنخليه حتى الاخر باش كيبقى محافظ ليا على اللون تاعو ولون المذاق. ملي كيطيب لينا القمر كنطفيو عليهم، هنا عندي الماء سخون، الماء سخون يكون غليان مزيان. غنضيف الشعريه الصينيه حتى كترخى، عاد كنقطعها، بعد كنقطعو الشعريه الصينيه بهاد الطريقه هادي. متخليوهاش طويله،
كنصفيوها بعد ما تقطرات ليا الشعريه الثانيه مزيان. ضروري ما تخليوش فيها الماء، كتقطروها مزيان. كنضيفوها. هادشي علاش كثرت العطريه البصله فاش كنزيدو الشعريه الثانيه، يعني كنديرو بحساب راه العطريه ديالها، يعني كتكثروا من العطريه راكو تزيدو الشعريه الثانيه. هاد الحشوه هادي اللي كتعجبو الحاره كتسرو الحاره والحامض. الحشوه ديالنا واجده صراحه. قبل ما طيب عاطيه بالماء ديال البسطيله. غنستعمل هاد الورقه هادي سبرينغ رول. بالنسبه اللي في المغرب استعملوا الورقه ديال البسطيله العاديه. انا هنا ما كايناش ورقه ديال البسطيله، هادشي علاش غنخدم هاد الورقه هادي. في امريكان وفي كندا كتباع هاد الورقه هادي، كتباع في والمارت وفي المحلات ديال الشينوا. ورقه كتكون على هاد الشكل هذا كتشوفوا معايا. ورقه ماشي بحال الورقه ديال الفيلو، ماشي بحال الوراق اخرين، ما كتهرش الورقه، رقيقه. كنجيبو هذا الراس نقلبوه شويه، هذا الراس كذلك. من بعد كنجيبوهم للوسط مع هذا الراس هذا، هاد الجهه كذلك نلقيوها الوسط. كنديروا الحشوه في الراس، كنديروش الحشوه كلها، كنديروا واحد كميه. من بعد عاد نعمروها. كناخذوا الطرف هذا كنقلبوه بهذا الشكل هذا، يعني هنا كتجينا على شكل مثلث. هنا كنكونوا الراس الاول، من بعد كنجيبوا هذا الخط هذا مع هذا الخط هذا، كنزيدو نعمرو. كنزيدو نعمرو، كنعمرو خصوصا هاد جوج ريوسا هادو باش كيتكون لينا مثلث. من بعد كنقلبو، كنجيبو هاد الخط هذا مع هاد الخط، والشياطه د العجينه د الورقه اللي بقات لينا كندخلوها هنا ولا كتقطعوها. كيبانش العيب وقع في البريوه. تكون على شكل هذا، على شكل مثلث بنفس العبار. نعاود معكم واحده اخرى. كنجيبو الورقه كنضيو شويه كنضيو هاد الجناب واحد شويه. من بعد كنجيبو الورقه للوسط مع هاد الحرف هذا راس. الجهه اخرى كذلك كتلاقى معها الوسط، كنلقاو بجوج الوسط. كندير شويه ديال الحشوه في الراس، نديرو على هاد الشكل. من بعد كنقلب من هنا هاد الجهه هادي، كنقلب جهه اخرى كتشكل لنا هذا الراس هنا. كنكمل التعمر ديال البريوه. كنقلب عاوتاني هاد الحافه هادي خصها تجينا مع هاد الحافه، والعجينه والورقه اللي بقات ليا كندخلها. على هاد الشكل هذا. كتاخدو صبيره كديروا فيها بريوات قبل ما طيبوهم. كتستفوا البريوات بهذا الشكل. ناخذ ورقه اخرى
كنديروها خاصها تصفى الطبقة الاخرى اللي عندنا. هاد الشكل هذا كنصبو عليها كنديروها في الفريغو. ملي كنبغيو نجبدوهم كنجبدو الكميه، كنحلو البواطه كنجبدو ناخدو الكميه اللي بغينا. يلا كنخرجوهم من الفريغو كيكونوا كونجلي، كنديرهم في الفران، كندهنوهم بالزبده ونديرهم في الفران، ما تخليهمش حتى يذوبوا عاد ديرهم في الفران يطيبوا. غادي العجينه غادي غتبزق غادي يتقطعوا لكم. كتدخلوهم الفران هما جامدين، كطيبوهم. نطيب من بعد كنديروا البريوات في اللاطه ديال الفرن، كندهنوهم بالزبده. الورقه كما قلت لكم من الداخل ما كتحتاج دهنوها لا بالزبده لا والو. كندهنوها من برا، ولكن منين تصايبوها تكون حداكم شي بلاستيك ولا شي بواط كديروا فيها. ملي صيبتوها كتغطيوها بلاستيك باش ما كتكبش ليكم. كندخلوها للفرن على درجه حراره ديال 150 درجه، كنخليو حتى كيتحمروا كنخرجوهم. بريوات بعد ما وجدوا كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو محمرين، كيجيو مقرمشين. المذاق كيجي رائع بزاف بحال البريوات اللي كيتباعوا على برا، كيتباعوا في الباتيسري. كنتمنى هاد الوصفه تكون نالت اعجابكم، جربوها وردوا عليا في التعاليق. ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب وتشتركوا في القناه والضغط على الجرس ليصلكم الجديد من الفيديوهات. بالصحه والراحه.